الراجل وقف وسط الناس وبصلهم نظرة غريبة وقال 4 كلمات بس. 4 كلمات خلت اسمه يختفي لكن كلامه يعيش مئات السنين. يا ترى قال ايه؟ وايه اللي حصل قبلها؟ اللي ما يعرفش يقول عدس. زمان في سوق شعبي زحمة بالناس والحركة كان في تاجر غلبان فاتح محل بقوليات. راجل على قد حاله بيشتغل من الصبح للمغرب عشان يجيب لقمة عيشه. وفي يوم وهو مشغول مع الزباين واحد دخل المحل بهدوء، وبمجرد ما التاجر انشغل خطف كيس الفلوس وجري. أول ما التاجر أخد باله صرخ بأعلى صوت: ساكو حرامي! وجري وراه في السوق. الحرامي بيجري والتاجر بيجري وراه والناس بتبص ومش فاهمة فيه ايه. وفجأة الحرامي اتكعبل في شوال كبير وقع على الأرض والشوال اتفتح وكل اللي فيه وقع في الشارع. الناس اتلمت في ثواني بس محدش شاف السرقة، محدش شاف الفلوس، محدش شاف بداية الحكاية أصلا. كل اللي شافوه شوال وقع على الأرض وتاجر متنرفز بيجري ورا واحد. فواحد قال: يا عم كل ده عشان شوال. وواحد تاني قال: سامحه وخلاص. والتالت قال: هو الموضوع مستاهل يعني؟ التاجر وقف وبص للناس كلها. واضح انهم فاهمين الموضوع غلط خالص. هم فاكرين انه زعلان عشان الشوال اللي وقع، لكن الحقيقة ان الراجل سرق فلوسه وهرب. ساعتها قال الجملة اللي بقت مثل مشهور: اللي ما يعرفش يقول عدس. يعني اللي ما يعرفش الحقيقة هيتكلم بأي كلام وهيحكم على الموقف من اللي شافه بس. ومن يومها بقى المثل بيتقال لأي حد بيتكلم أو يحكم على حاجة من غير ما يعرف القصة كاملة. عشان كده ما تحكمش على أي موقف من أول نظرة، لأن ساعات اللي باين قدامك بيبقى مجرد جزء صغير من الحقيقة. ودلوقتي قولولي، كنت تعرف أصل المثل ده ولا أول مرة تسمعه؟